انا عايز افهم بس هو في ايه بالظبط؟ يعني الدنيا اتقلبت عشان خاطر الزمالك خد 3 بونت في ماتش البنك الاهلي. هو مطلوب ايه من لعيبه الزمالك؟ تنزل تحسس على اللعيبه بعد كده؟ يعني ما يبقاش في فاولات، نحسس على اللعيبه. واللعيب مثلا اللي يجي ال 18 نديله ويلكم درينك ويجيب جون وهو ماشي نديله هديه، واحنا لما نروح ال 18 معلش بعد اذنكم يا جماعه عايزين نجيب جون، يعني عشان بس يعني ما يبقاش فيه احتكاكات ويتحسب ضربه جزاء والكلام ده كله، عشان مش هيحسبوا لنا بعد كده ضربات جزاء. هو في ايه يا جماعه؟ يعني مش كده خالص يعني. وبعدين التسريب اللي نازل على بين حكم الساحه والفار، هو انا مش فاهم ايه التسريب والضجه الاعلاميه اللي اتعملت دي كلها. هو اتمسك بقطعه اثار، يعني هو اتمسك بقطعه اثار ومحدش قال ما نعرفش مثلا؟ انا شايف التسريب عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. انا مش عارف بصراحه. طبعا الاهلي لا، انا يعني منظومه التحكيم في خطر. لا هاتوا لنا خبير اجنبي من بره يجي يمسك التحكيم على اساس ان هو يعني من التحكيم هو تمام، ما فيهوش اي مشكله. عادي خلاص، هاتوا له الخبير البهنساوي يجي يمسك التحكيم عشان يظبط لهم الدنيا اكتر ما هي متظبطه.